بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أهل السنة بموديه أن يقدموا لكم هذه المادة. سأذكر قصيدة تحث الواحد منا على طلب العلم والتخلق بالأخلاق الفاضلة. هذه القصيدة عبارة عن نصيحة من والد مشفق لولده، نصحه على التحلي بالأخلاق الكريمة وعلى طلب العلم الشرعي وملازمة العلم والعلماء حتى يرفع الله عز وجل من شأنه. ما أحوجنا إلى سماع مثل هذه النصائح والتوجيهات من أولئك الأئمة والعلماء الأفذاذ حتى نشحذ الهمم وحتى نقوي العزائم في هذا الباب. وهي عبارة عن قصيدة لشاعر الزهد الأندلسي أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعد الألبيري رحمه الله تعالى، بصوت الأخ أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع هذه المادة. تفت فؤادك الأيام فاتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق. ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت. ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت. وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. فلو قد ذقت من حلواه طعما، لآثرت التعلم واشتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خضر بزينتها كلفتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربتا. فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعتا. وإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمتا، فلا تأمن سؤال الله عنه، بتوبيخ علمت فهل عملتا. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. وأفضل ثوبك الإحسان، لكن أرى ثوب الإساءة قد لبستا. إذا ما لم يفيدك العلم خيرا، فخيرا منه أن لو قد جهلتا. وإن ألقاك فهمك في مهاو، فليتك ثم ليتك ما فهمتا. ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرتا. وتفقد إن جهلت وأنت باق،
وتوجد إن علمت ولو فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت. فإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، فرادعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت. ولا تختل بمالك والهى عنه، فليس المال إلا ما علمت. وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى. سينطق عنك علمك في ملاء، ويكتب عنك يوما إن كتمت. وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست. وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت. ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضفت. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت. وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا. وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت. سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت. وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت. وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعتا. وتشهد كل يوم دفن خل، كأنك لا تراد لما شهدت. ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت. وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت. فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت. ولا تضحك مع السفهاء يوما، فإنك سوف تبكي إن ضحكت. ومن لك بالسرور وأنت رهن، وما تدري أتفدى أم غللت. وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت. وناد إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى. ولازم بابه قرعا عساه، سيفتح بابه لك إن قرعت. وأكثر ذكره في الأرض دأبا، لتذكر في السماء إذا ذكرت. ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنت. وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت.
تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعتا وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شختا وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكفتا وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خفته حتى غرقتا ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرتا ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكتا ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعتا لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبتا وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهتا ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممتا وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقتا ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنتا ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما ائتمرت ولا أطعتا ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما ائتمرت ولا أطعتا ثقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنتا وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمتا ولو وافيت ربك دون ذنب وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعتا فلم يظلمك في ذنب ولكن عسير أن تقوم بما حملتا تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررتا تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررتا ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننتا أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترتا فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقتا فمهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحتا فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها قد غرستا إلى أن قال جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلتا وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلتا وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلتا ولا يغررك تقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدتا وقد أردفتها 9 حسانا وكانت قبل ذا 106 وصل على تمام الرسل ربي
وعترته الكريمة ما ذكرتا